أحمد زويل. سنتكلم اليوم عن عالم مصري جليل وهو الدكتور أحمد زويل، ويسمى أحمد حسن زويل، وهو عالم كيميائي مصري حصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1999، وذلك لأبحاثه في مجال كيمياء الفيمتو، حيث قام باختراع ميكروسكوب يقوم بتصوير أشعة الليزر في زمن مقداره فيمتو ثانية، الأمر الذي يمكننا من رؤية الجزيئات أثناء التفاعلات الكيميائية. ويعتبر أحمد زويل رائد علم كيمياء الفيمتو، كما لقب بأبو كيمياء الفيمتو. وقد ولد أحمد زويل في 26 فبراير عام 1946 في مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، وانتقل إلى مدينة دسوق في سن الرابعة، وتلقى تعليمه الأساسي فيها، ثم التحق بكلية العلوم جامعة الإسكندرية، وحصل فيها على بكالوريوس العلوم بامتياز مع مرتبة الشرف عام 1967 في الكيمياء، وعمل معيدا بالكلية، كما حصل على الماجستير عن بحث في علم الضوء، وحصل على منحة دراسية سافر على إثرها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، كما حصل على الدكتوراه من جامعة بنسلفانيا في علم الليزر. وقد عمل باحثا في جامعة كاليفورنيا ما بين عامي 1974 إلى 1976، ثم انتقل للعمل في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا منذ عام 1976. وتدرج أحمد زويل في المناصب العلمية داخل جامعة كالاتكا إلى أن أصبح أستاذا لعلم الكيمياء، وهو أعلى منصب علمي جامعي بالولايات المتحدة الأمريكية، خلفا للينوس باولينغ، والذي حصل على جائزة نوبل مرتين، الأولى في الكيمياء والثانية في السلام. وقد حصل أحمد زويل على الجنسية الأمريكية عام 1982. وأما عن إنجازات الدكتور أحمد زويل فمنها ابتكار نظام تصوير سريع يعمل باستخدام الليزر، والذي له القدرة على رصد حركة الجزيئات عند نشوئها، وكذلك عند التحام هذه الجزيئات بعضها ببعض. كما نشر أكثر من 350 بحثا علميا في المجلات العلمية العالمية، أمثال مجلة ساينس ومجلة نيتشر. وقد ورد اسم أحمد زويل في قائمة الشرف بالولايات المتحدة الأمريكية، والتي تضم أهم الشخصيات التي ساهمت في النهضة الأمريكية، وجاء ترتيب اسمه في القائمة الشرفية رقم 9 من بين 29 شخصية بقائمة الشرف الأمريكية، وذلك باعتباره أهم علماء الليزر في الولايات المتحدة. كما قد حصل الدكتور والعالم المصري أحمد زويل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1999، وذلك عن اختراع كاميرا لتحليل الطيف والتي تعمل بسرعة الفيمتو ثانية، ودراسته للتفاعلات الكيميائية باستخدامه، ليصبح بذلك أول عالم مصري وعربي يفوز بجائزة نوبل في الكيمياء. فاختراعه أدخل العالم لزمن جديد لم تكن البشرية تتوقع أن تدركه، حيث أن اختراعه يمكن من مراقبة حركة الذرات داخل الجزيئات أثناء التفاعل الكيميائي، وذلك عن طريق تقنية الليزر السريع. وقد أعربت الأكاديمية الملكية السويدية على أنه قد تم منح أحمد زويل جائزة نوبل، وذلك نتيجة للثورة الهائلة في العلوم الكيميائية من خلال أبحاثه الرائدة في مجال ردود الفعل الكيميائية واستخدام الليزر، حيث أدت أبحاث أحمد زويل إلى ميلاد ما يسمى بكيمياء الفيمتو ثانية، واستخدام آلات التصوير فائقة السرعة في مراقبة التفاعلات الكيميائية. وقد حصل أحمد زويل على 31 جائزة دولية، منها جائزة ماكس بلانك وهي الأولى في ألمانيا، وجائزة وولتش الأمريكية، وكذلك جائزة هاريون هاو الأمريكية، وجائزة الملك فيصل العالمية في العلوم، بالإضافة إلى جائزة هوكست الألمانية. وقد انتخب عضوا في أكاديمية العلوم والفنون الأمريكية، وحصل على ميدالية أكاديمية العلوم والفنون الهولندية، كما حصل على جائزة الامتياز باسم ليوناردو دافنشي، وحصل أيضا على الدكتوراه الفخرية من جامعة أكسفورد والجامعة الأمريكية بالقاهرة، وأيضا من جامعة الإسكندرية. كما حصل على جائزة ألكسندر فون هومبولت من ألمانيا الغربية، وهي أكبر جائزة علمية هناك. وحصل على جائزة باك ويتني من نيويورك، كما حصل على جائزة السلطان قابوس في العلوم والفيزياء، وحصل على جائزة وولف في الكيمياء، وأيضا حصل على وسام بنجامين فرانكلاين، وحصل على جائزة نوبل في الكيمياء. وانتخبته الأكاديمية البابوية ليصبح عضوا بها، وحصل على وسامها الذهبي. كما حصل على جائزة وزارة الطاقة الأمريكية السنوية في الكيمياء.
وانتخب أحمد زويل بالإجماع عضوا بالأكاديمية الأمريكية للعلوم، وحصل على وسام الاستحقاق من الطبقة الأولى من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك. وكذلك حصل على قلادة النيل العظمى، وهي أعلى وسام مصري في عام 2009. وفي عام 2009 أعلن البيت الأبيض الأمريكي أنه اختار أحمد زويل ضمن مجلس استشاري للعلوم والتكنولوجيا للرئيس الأمريكي. وحصل على قلادة بريسلي وهو أرفع وسام أمريكي. كما حصل أحمد زويل على الدكتوراه الفخرية من جامعة سيمون فريزر، وقد أطلق اسمه على بعض الشوارع والميادين المصرية. كما أصدرت هيئة البريد المصري طابعي بريد باسمه وصورته، وتم إطلاق اسمه على صالون الأوبرا. وفي خضم تلك الحياة كان زويل يعيش بالولايات المتحدة الأمريكية في سان مارينو بلوس أنجلوس، وهو متزوج من السيدة ديما الفحام، والتي تعمل كطبيبة، وقد تم تعيينها كمبعوث للولايات المتحدة الأمريكية بدول الشرق الأوسط. وقد توفاه الله بالولايات المتحدة في 2 أغسطس عام 2016 بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 70 عام. وكان زويل يعاني من ورم سرطاني في النخاع الشوكي، وقد أقيمت له جنازة عسكرية في 7 أغسطس حضرها الرئيس عبد الفتاح السيسي وقيادات الدولة. في النهاية، إذا أعجبك الفيديو الرجاء الضغط على زر الاشتراك والضغط على أعجبني وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.